الدكتور عبد الحميد النجدي وحكم منكر الإمامة. لهم نسأل الله تعالى لهم الجنة. والقضية الأخرى التي أردت أن أبينها، وهي قضية قد حدث فيها لبس بالنسبة لبعض الأخوة، وهي قضية من لا يؤمن بالإمامة من إخواننا أهل السنة. فنحن في معتقدنا أن الإمامة ضرورية من ضرورات الدين ونؤمن بها. الذي ينكرها من أهل السنة يعتبر مسلما طبعا ومؤمن بالتوحيد والنبوة والمعاد والقرآن والصوم، لكنه لا يعتبر مؤمنا بالإمامة. والقرآن الكريم عندما نزل قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، وبلغ الرسول صلى الله عليه وآله ذلك البلاغ، نزل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. يعني بهذا التبليغ بإمامة علي بولاية علي كمل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن إخواننا من أهل السنة هم مسلمون، مؤمنون بالتوحيد، مؤمنون بالنبوة، مؤمنون بالمعاد، مؤمنون بالقرآن، مؤمنون بالكعبة المشرفة، بالصلاة، بالصوم، إلا قضية الإمامة التي هي محل الخلاف. هذا الذي أريد أن أبين، والحمد لله رب العالمين. شكرا جزيلا. أنت في قولك هذا إما تجهل مذهبك، سامحني بهذه الصراحة، وإما تعمل بالتقية وتكذب على المسلمين، لأن أئمتك يقولون غير ذلك. الإمامة عندكم من أركان الدين، ولهذا السبب بالذات قلتم بتحريف القرآن، لأن في القرآن لا يوجد فيه إمامة، ولذا قالوا جعلوها الركن الخامس، وقالوا لم ينادى بشيء كما نودي بالولاية. الكافي الكليني كتاب الإيمان والكفر باب دعائم الإسلام. فضلا من هذا كفروا كل من أنكر إمامة الاثنى عشر باتفاق. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من ادعى الإمامة وليس من أهلها فهو كافر. قال: ومن جحد إماما من الله ومن زعم أن لهما أي أبو بكر وعمر في الإسلام نصيبا لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ينقلون عن الصادق كما في البحار جعفر الصادق. نعم. الجاحد لولايتنا أو لولاية علي كعبد وثن. الجاحد لولاية علي بمعناها الشيء كعابد وثن، أنه لا تقبل الأعمال إلا بالولاية، وذكر 72 حديث في هذا الباب. وابن بابويه القمي وهو من رؤساء المذهب في رسالته الاعتقادات، وهو يسمى الدين الإمامية، وعلى حقيقة هذا المذهب الدين مستقل، وهم يقولون وهم يعترفون بذلك. اعتقادنا في من جحد إمامة أمير المؤمنين والأئمة من بعده عليهم السلام أنه بمنزلة من جحد نبوة الأنبياء. نصدق هذا الذي يتقي أم نصدق إمامه الذي لم يكن يتقي؟ واعتقادنا في من أقر بأمير المؤمنين وأنكر واحد من بعده من الأئمة أنه بمنزلة من آمن بجميع الأنبياء ثم أنكر نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا من هو هذا؟ هذا ابن بابويه القمي في كتابه الاعتقادات، وهو شيخ المذهب. وهذا ينقله أيضا البحار المجلسي مجلد 27 صفحة 62. وقال نعمة الله الجزائري وما صفته، وهذا خاتمة المحدثين عندهم: إننا لم نجتمع معهم خلافا لما يقول ويتقي، لم نجتمع مع أهل السنة والجماعة على إله ولا على نبي ولا على إمام، وذلك أنهم يقولون إن ربهم هو الذي كان محمد صلى الله عليه وسلم نبيه وخليفته بعده أبو بكر، ونحن لا نقول بهذا الرب ولا بذلك النبي، بل نقول إن الرب الذي خليفة نبيه أبو بكر ليس ربنا ولا ذلك النبي نبينا. وقال المفيد: من نصدق هذا الذي يتقي ويجامل أم نصدق أئمتهم؟ اتفقت الإمامية، ادعوا الإجماع، اتفقت الإمامية على أن من أنكر إمامة أحد من الأئمة وجحد ما أوجبه الله تعالى من فرض الطاعة فهو كافر ضال مستحق للخلود في النار. هذه الآراء المتطرفة الغالية كان يرد عليها الإمام المبجل المكرم إمام جعفر الصادق. نعم. إذن الدكتور عبد الحميد النجدي وتمثيلية المباهلة. وصاحب الحق لا يهاب المباهلة
الله أكبر. لأنه على حق يعتقد ذلك. ونحن لا نهرب من المباهلة أبدا، ولكن المباهلة مفصلة، فإذا باهلناهم معناها أن فصلناهم وقد ظهر الحق. فلذلك أنا اقتراحي أن تكون المباهلة إما في نهاية المناظرة ككل بالضبط، أو تكون في مناظرة هذه الليلة ثم يختم اللقاء. فلا يصلح أن يدعو كل واحد منا على الآخر باللعنة ويدعو على نفسه باللعنة ثم بعد ذلك نأتي ونتناظر ونكمل. فالأصل في المباهلة المفاصلة، فإما أن نباهل ونفاصل وينتهي الأمر، وإما أن نستمر بالنقاش. المهم أن المباهلة هي الختام، هذا قصدي. وأنا لا أتهرب من المباهلة، بل بالعكس، نحن نرى أن هذا حق ونحن على حق. ليعلم الجميع نعم أننا لا نهرب من هذا الأمر، لأننا ناس نعتقد أننا على حق. لا حول ولا قوة إلا بالله. اسكت. لم يقل رسول الله الذين يعتقدون بإمامة السادات كلهم تباهل معهم جدا. كلهم أنا أدعوكم يقولون دائما إلى المباهلة. الرسول صلى الله عليه وسلم غدا المباهلة. إذا غدا المباهلة إن شاء الله. لا كمل، خلي كمل في الآية، خلي كمل في الآية. عصام العماد رفض المباهلة مع الشيخ عثمان. خلي كمل في نحن مستعدون. على أنك نحن مستعدون. والله الذي لا إله إلا هو، لو كنا نرى أننا على غير الحق لتركناه وذهبنا إلى الحق الذي يدعيه المناظران. كل واحد يقول، ولكن ندعي نحن ولذلك لا نمتنع أبدا عن المباهلة التي يطالب بها. ناخذ الآية اللي بعد الآية. خذ الآية. البخاري إخواني الأحبة: فاطمة سيدة نساء أهل الجنة ومريم في الجنة، فسيدتها فاطمة، ومريم مصطفاة ومطهرة، وفاطمة مصطفاة ومطهرة، فكل ما في مريم من الفضائل فهي في الزهراء، وفي الزهراء زيادة حتى تكون سيدتها. اسكت. فهذا الناصب يا مسلمون يا سنة يا شيعة عثمان الخميس تجرأ على سيدة نساء أهل الجنة وقال أن فيها منقصة، والآن أعلن المباهلة مع هذين الناصبين ومن يكون معهما. الآن أنا أباهل، الآن أنا أباهل. بالراحة يا أخي، بالراحة بس، بالراحة. الآن أنا أباهل. بالراحة يا وصلت على الزهراء. افتح لي حط بسرعة فورا، يلا حط بس. احنا أعزائي المشاهدين. دكتور عبد الحميد أنه قام ثائرا: أنت تخطئ فاطمة، إذا أنت ناصبي وأنت كذا. هم يكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يريدون أن نقول فلان أخطأ أو فلانة أخطأت. نحن نقول من هنا إن فاطمة عندنا كأبي بكر وعمر وعائشة وغيرها من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يصيبون ويخطئون، ولكننا نبجلهم ونقدرهم جميعا رضي الله عنهم وأرضاهم. ولكن هذه تمثيلية. أراد النجدي يظهر حماسه، وقف ضرب على الطاولة: أنت ناصبي أنت ناصبي. تمثيلية جميلة جدا، تمثيلية من الراد وتمثيلية من الواقع، والله المستعان. النجدي يهدد بالمباهلة لكن لا يباهل. اختار واحد منكم يدعو بدعوتين بما يريد، ودعوة منكم أنتم بدعوتين ما يريد، ونختمها بآية اللي اخترع عليك السيد حسن نصر. يلا قول لي ماذا تتجن يا أخي أنت أوضو بدل 8 دقائق أنت بنفسك. يا لحظة، لا أنا المباهلة أقرأها بس ما عندي غير. اقرأها يا أخوانا. دعوة خير بلاش اسمع. هؤلاء الذين افتروا علينا وكذبوا علينا ودلسوا. اسمع يا عبد، لحظة بعد ما خلص الآيات. لحظة بعد ما خلص الآيات. خير من انفجار بالسيارة. أنا أعرف عقلية القرآن، هذا افتراء جديد وكذب جديد. ولكن من هو اللي يسجل عليه؟ ما ندوني لحظة. من صاحب من المباهلة؟ من هو اللي يسجل عليه التلفزيون يقول لي